السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا بخير ومرتاحين في الصيام والجو حلو، يعني ما بنبقاش عطشانين ولا جعانين ولا كده. النهارده بقى ان شاء الله تالت يوم رمضان، فهنعمل بقى ايه كل يوم حته الاكل دي. طبعا احنا بدأنا كده اول يوم وتاني يوم عزايم، ونزلنا بالتقيل بقى اول يوم وتاني يوم. طب تالت يوم هنعمل ايه؟ كل يوم نفكر في الموضوع ده. هنعمل بقى النهارده ايه؟ فته، حاجة سهلة يعني، عشان مش كل يوم طبعا ان احنا هنقف نهلك نفسنا في المطبخ كده. فان شاء الله كده هنعمل فتة، حاجة كده برضو بسيطة وبرضو ايه يعني مش بنقف وقت كتير في المطبخ، وخصوصا برضو لو باقي عندك مثلا من العزومة لحمة، لو باقي كده نعملها فتة نستغل بقى. طبعا مش احنا عارفين الامكانيات والظروف والايام دي، بصراحة كل حاجة غالية ومش مستاهلين ان احنا ايه يعني نرمي اي حاجة او نستهلك حاجات كتير. فاحنا بقى ايه حتى لو عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى لو احنا عندنا حاجة بقى باقية من عزومة لحمة فراخ، نبدأ نعمل جنبها حاجة بسيطة. ما نحاولش ان احنا كل يوم نستهلك ايه اكل وحاجات كتير وكده يعني. فاحنا بقى النهارده هنعمل فتة حاجة كده بسيطة وحلوة واكيد كلنا بنحبها وبرضه حلوة يعني. بقى انا هعمل صلصة الفتة اهي. احط بقى طاسة كده فيها معلقة سمنة برضه حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي السمنه البلدي بصراحه احلى حاجه في الاكل. وعندي شويه توم كده حلوين، شويه توم اهو. الاول احط ورقتين لورا بصراحه، يعني الواحد ايه كان عندنا عزومه وكده وفي لحمه فقلت انسب حاجه جنبها ايه نعمل فته بقى وخلاص. ورق اللورا واحط التوم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نحمر بقى التوم كده حلو مع ورق اللورا، طبعا بيبقى حلو قوي. برضه انا بحب احط ايه مكعب ماجي في التحمير يعني، مع التحمير كده بيبقى حلو. احط مكعب ماجي اهو، وريحته ايه بقى مع السمنه. بصوا بقى التوم احمرت اهي معايا مع ورق اللورا مع المكعب الماجي. احط بقى ايه هتشرب بشويه خل، شويه خل مش كتير قوي يعني. وهنزل بقى برضه بالطماطم، الطماطم المعصوره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه بقى جميله. بس هنسيبها بقى طبعا كده شويه على النار مع نفسها كده. احط بس شويه فلفل اسود وبس. حابه بقى تحطي شويه قرفه الحاجات دي، بس الواحد مش عايز يكتر طبعا عشان ايه. بس شويه فلفل اسود اهو. بس ونسيبها بقى مع نفسها كده ايه على النار. نعمل الرز بقى ان شاء الله. بصوا بقى نعمل هنا الرز، شويه الرز الابيض كده بتاع الفته. حله هنا كده ومعايا شويه سمنه ومعايا ورق لورا. وهقول لكم بقى على حاجه بصراحه بتخلي الرز حلو قوي. بصوا العودين القرنفل دول حطوهم دايما في الرز الابيض، مش شرط الرز البسمتي. بصوا بيخلي الرز الابيض حلو قوي قوي. وده القرنفل ده ولا اللي هو المسمار، بيخلي الرز الابيض حلو قوي وبيدي طعم حلو مع ورق اللورا. تحس ان الرز كده بتبهر او طعمه حلو مع شويه فلفل اسود مع الورق اللورا، فطبعا بيبقى حلو جدا. احط بقى شويه سمنه اهو، بسم الله. انا بحب احط سمنه وزيت، بحب احط سمنه وبحب احط زيت، عشان بصراحه الزيت بيخلي الرز مفلفل غير السمنه لوحده.
بصوا شويه زيت صغيرين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بس شويه الزيت الصغيرين دول بيخلوا طبعا الرز مفلفل جدا، غير لما تحطي سمنه بس. طبعا ورق اللورة اهو، ده لازم يعني اساسي مع الرز. والعودين القرنفل دول. وبصوا بقى انا ما بغسلش الرز، انا ضد غسيل الرز. غسلت الرز اتعجن على طول طبعا، بس بتبقي جايبه نوع نضيف من اللي هو اللي في الاكياس. طبعا كلنا عارفين الانواع الحلوه اللي زي الضحى وزي الحاجات ديت. بصوا ساعه مثلا ما بيتغسلش طبعا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بيه كده اهو. وهحط بقى طبعا شويه فلفل اسود. رز الفته لازم شويه فلفل اسود، ده اساسي يعني معروف. وهحط طبعا الملح اهو، ومكعب مرق طبعا بيدي الرز طعم حلو جدا، بس مش مرق اللي هي المرق اللي هو الخضار. مكعب مرق الدجاج اللي بالخضار بيخلي الرز حلو جدا. نحط بقى مكعب المرق ونقلب كل المكونات دي مع بعض اهو. احط بقى الميه، طبعا انا بسخن الميه اهو. بسم الله. اهو حطيت طبعا الملح والفلفل وكله، نغطيه بقى كده. وادي الصلصه اهي بتتسبك برده معانا، نحط لها شويه شوربه، وان شاء الله بقى الاكل يطلع حلو كده وجميل ويخلص قبل المغرب ما تدن، يعني شكل المغرب خلاص قربت على ان هي تدن. اجيب العيش بتاع الفته اهو، بصوا قطعته كده عيش. انا بدخله الفرن عشان انا مش بحب اعمله على البوتاجاز من فوق اهو. احط حبه سمنه صغيرين كده، طبعا مش كتير، احنا مش عايزين نكتر في موضوع السمنه ده يعني بصراحه اهو. شويه سمنه صغيرين، وبديله رشه فلفل اسود اهو. رشه فلفل اسود صغيره بتخليه حلو بصراحه قوي كده وطعمه جميل. بس هقلبه بقى، بصوا كده اهو. بصوا بسم الله اهو. هاخده ادخله الفرن. بس احنا بنسهل على نفسنا كل حاجه اهو، لان بصراحه رمضان كل يوم اكل وتعب وكده. بصوا باخده بقى الفرن، هو ان شاء الله كده بيتحمص في الفرن. اودي بقى الفرن يلا. انا اللحمه لما بسلقها ما بحطهاش كده على الفته، بحب اعمل لها كده حاجه كده بسيطه زي الكوارع، زي ما بنعمل مع الكوارع بالظبط. حاجه كده بسيطه، تركايه بسيطه كده زي الايه، زي الكوارع. بجيب كده بجيب بصوا شويه سمنه صغيرين برضو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده كتير كده كمان، مش عايزين بقى السمنه والحلويات والسكريات والكلام ده كله، علشان ما نخرجش بقى من رمضان زايدين وما نعرفش نلبس لبس العيد. عايزين ايه في يعني اعتدال كده في كل حاجه، ناكل كل حاجه بس باعتدال، يعني مش شرط ان احنا يعني ناكل كل حاجه كده وكميات ونبوظ بقى جسمنا وكده. بصوا انا بنزل هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هحمرها، انا بديها بس كده ايه اهي. انا استغلت بصراحه شويه اللحمه دول، لان كان عندنا امبارح عزومه ودول فاضوا، فطبعا انا قلت انسب حاجه معاها الفته. انا بسيبهم بس كده في السمنه كده شويه اهو. السمنه بقى كده مع بعضهم شويه، هسيبهم بقى شويه كده في الطاسه التيفال دي في السمنه، مش هحط لهم اي حاجه خالص الا لما ايه ينشفوا كده شويه من الميه. بصوا بقى ده الفينيش اهو الاخير، صينيه الفته الحلوه الجميله اهي باللحمه. وادي السمبوسه اهي. طبعا السمبوسه دي لازم على الفطار، خلاص بقت طبق اساسي. والعصير اهو بتاعنا برتقان باللبن اهو، طعم جميل جدا جربوه. والشوربه وفطار خفيف اهو جميل وكل سنه وانتم طيبين بقى. واتمنى لكم يا رب ان شاء الله صوما مقبولا ان شاء الله. اشوفكم بقى على خير، باي.